السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. اليوم غادي نشارك معكم التخليطه ديال الحنه. هنايا غادي نحتاجو الحنه ديال التزارين، تكون هاد النوعيه هكا خضيضره، يعني تشوفوها تشريوها خضيضره، غير هنا مع التصوير ما كتبانش مزيان. غادي نغربلها هكا بواحد الزويف رقيق اللي كيخرج لي الحنه رقيقه. من بعد مي غادي نغربلها غادي تشوفوا داك العويدات وداكشي اللي كيبقى في داك الزويف. يعني راه ضروري، انا بالنسبه لي هاد المرحله ضروريه كنديرها. لان الحنه ملي كتخلطيها هكاك وكتصفيها بلي باموس تقدر تقطع لي باموس وتخرج لك كاع هادشي كيما كتشوفوا، راه هاد العويدات وهادشي كلشي كيخرج بهاد الطريقه. هنايا غادي نحتاج هاد الدوليو هذا اللي هو ديال الاطلس، يعني تابع الاطلس، غير هو سبيسيال، يعني كتقولوا له عطيني الدوليو ديال الاطلس سبيسيال. بغيتي تشري هذاك البيدو عاوتاني الكبير ديال الاطلس تقدري تشريه، غير انا بالنسبه لي كيجيني غالي، زائد انه كبير، يعني انا ما كنحتاجش بزاف الدوليو وداك الشيء. بالنسبه لك انت كتخدمي بالحنه، يعني تشري داك الكبير من الاحسن، كيعطي هذاك الصراحه حتى هو لون زوين ومغلق. ومن بعد هنايا غادي ناخذ الكميه اللي كنحتاج الحنه. انا هنا غادي نخلط غير شي شويه لانني غنقشغل راسي. بالنسبه لك انت يعني عندك بحال باغا تمشي تنقشي شي ناس ولا شي عروسه ولا، كتخلطي القياس اللي غيكفيك، زائد انك كتدي معاك مثلا الدوليو في قريعه، وكتدي معاك الحنه مغربله من قبل في مويكه، وصافي كتوصلي عندهم، راه عندهم الماء، عندهم الزلايف، عندهم كلشي، يعني فاش تعاودي تخلطي الا ما قداتكش الحنه. هنا بالنسبه لي انا كنسبق الدوليو، يعني كل وحده اختياريه، غير هيك كتسبقي الدوليو الحنه ما كتحببلكش اولا، زائد في التخلاط كتجيك ساهله. اما الا سبقتي الحنه وعدزتي الدوليو ما كيبغيش يدخل لك في الحنه، يعني كيخصك واحد المجهود واحد الاخر اكثر. هنا كما كتشوفوا زدت معلقه ديال الملحه. بالنسبه للملحه اختياريه، ممكن ديروا الملحه ممكن ديروا السكر، يعني على حسب نتوما شنو بغيتوا. يعني السكر كيطلق الخيط، الملحه شويه كتخليها حتى هي كتطلق الحنه، ولكن كتخليها شويه مرمله، يعني ماشي داك الخيط اللي مطلوق كيبقى ملصق. يعني السكر كيخلي لك داك الخيط يعني كيتطلق مزيان. وبالنسبه هنايا يعني واخا تشوفوها في الاول كتجيكم بحال جاريه، ملي كتزيدوا الماء راه عادي، يعني حيت الدوليو وداك الشيء بحال كتجيكم جاريه، ولكن كتبقاي تحركي فيها كتجمع وكتقصاح، فكتبقاي تزيدي الماء بشويه بشويه. هنا راه درت الماء من روبيني بارد عادي، ما سخنته ما والو، يعني الا بغيتي دفيه شويه دفيه، ما بغيتيش المهم لك اختيار. انا بالنسبه لي لقيت هاد الطريقه زعما دغيا دغيا. كندير الدوليو هو الاول، كنخلط مع الحنه شويه الملحه، كنبقى نخلطو بالماء بارد هكا، وكنعطيها الوقت يعني في التخلاط. وهي من الاحسن تبقاو تزيدوا الماء بشويه بشويه باش ما تحبب لكمش ولا تكور، يعني وعطيوها الخاطر في التحراك. فكتبغي هي تخدميها يعني وقت طويل هكا، تبقاي تضربيها مع الجنب ديال الزلافه باش كتطلق لك وما تعذبكش، يعني فاش تكوني كتنقشي للناس ولا لراسك ولا، يعني وخصوصا الا كان راس رقيق وداك الشيء، خاصها تكون مطلوقه مزيان باش ما تعذبكش في الخدمه. اما الا خليتيها قاصحه وتخدمي براس رقيق، راه الصراحه غادي تعذبك بزاف في الخدمه، خصوصا الا كانت البره ديال الدجاج، يعني ما كتبغيش تهبط لك بسهوله. من الاحسن يعني تكون مطلوقه مزيان، وما تجريهاش بزاف باش من تحطي النقشه على اليد ديال الكليانه اولا يدك نتيا ما تخلطلكش رشمه مع رشمه، ولا هكا كتجرى هذيك الرشيمه كديري وريضه زوينه في الاول، من بعد كتطلق وحده بوحده وكتجي كتجي بحال شي خبزه هكايا. يعني من الاحسن تكون الحنه في القياس. جربيها قبل ما تخدمي للناس اولا تخدمي لراسك، هزي البره ديالك وجربيها. جاتك هي هذيك في القوام خدمي بها، ما جاتكش هي ديك في القوام كتزيدي الماء، عاوتاني جاتك قاصحه زيدي شويه د الحنه هكا غبره، الا جاتك زعما جاريه غتزيدي شويه د الحنه غبره باش كتجمعها لك، وصافي هكذا كتبقاي تخلطيها مزيان مزيان مزيان. انا كنعطيها الوقت الكافي باش كتخلط. هنا ما بغيتش نقطع لكم الفيديو نهائيا، انا خليته لكم كما هو كما صورته باش تشوفوا يعني المراحل. كنقطع فقط الا كنت غنجيب شي حاجه نزيدها، ولا كنت غادي ننظف المكان د العمل ولا شي حاجه. وزربت لكم الفيديو شويه باش ما تحسوش بالملل، ولكن فاش كتكون شي حاجه مهمه بحال هكا يعني كنخليه بالسرعه العاديه. هنا كتاخدي كاس، كتاخدي ديك التقشيره ديال لي باموس، يعني كديريها في داك الكاس باش ما تعذبكش يعني فاش تجي تصفيها. انا بالنسبه لي كنغربلها في الاول وضروري كنعاود نصفيها، يعني ربما دوز شي حاجه في الملحه ولا دوز شي حاجه مع السكر اللي غادي تضيفيه. من الاحسن يعني كتعاودي تصفيها باش كتاكدي 100% بانها راه غادي تكون ان شاء الله حنه مزيانه وغادي تخدمي بها مزيان، يعني ما غاديش تعكس لك ولا شي حاجه. يعني صافي هانتوما كما كتشوفوا راه مطلوقه مزيان وطالقه الخيط.
صافي غادي نهبطها في داك التقشيرات لي باموس اللي دايراها في الكاس، راه وريتكم كيفاش ديروا لها، يعني غير كتلبسيها لداك الكويس. هنا راه طبعا غادي نحيد هاد الحنه كامله اللي كتبقى لي في الزلافه. بحال هكا اللي بغيت كندير ضفيراتي كندير كيعجبوني الصراحه انا الضفره نديرهم بالحنه، خصوصا الرجلين ما عمرها ما تحيدت لي منهم الحنه. وغادي نهز هاد الخليط فاش غادي نبغي نصفيه، ضروري غتحتاجي واحد البلاستيكه، بلاستيك عادي اللي كيكون كتقدي فيه شي حاجه، ولا كتكون يعني كتكون بلاستيكه نقيقيه. كنشدها هي اللي كنصفي فيها يعني الخليط باش ما نوسخش يديا، يعني الا مبغيتيش تقيسي كاع يديك وصافي. هكا انتي كتشوفي التقشيره كتخرج لك دغيا من داك من الكاس، كتاخدي بحال هكا البلاستيك وصافي وكتبداي تجري فيها، يعني كتجري داك التقشيره من الجنب والحنه كتخرج لك في البلاستيك، يعني ما كتعذبيش، وفي نفس الوقت فاش كتبقى لك ديك الحنه في البلاستيك كتبقى محافظه عليها، ما كيدخلهاش الهواء ما كتنشفش، وكذلك يعني كتبقى لك مده طويله ديريها، يعني الا كنتي غتخدمي بها يومين اولا 3 ايام كتخليها في الثلاجه راه كتبقى لك يعني مزيانه، كتخرجيها غير كتعاودي تخلطيها نيت في الميكا ديالها صافي وتحزميها، يعني باش ما يدخلكش لا هواء لا حتى شي حاجه، وكتبقى عندك فيما وكتقبيها يعني غير واحد التقيبه صغيره بالبرة، وكتبقاي تخرجي يعني الحنه كتبقاي تجريها غير بالبرة ديالها النيت. هنا كما كتشوفوا يعني كيبقاو دوك يعني ديك الحبيبات اللي كيبقاو فيها ولا داكشي اللي ما كيتخلطش مزيان، كتكون عندك حنه صافيه 100%، يعني ما تخافيش منها انك تكوني كتنقشي، خصوصا الا خدمتي بشي راس رقيق. هنا غادي نخدم هذا الراس رقيق بزاف. كما قلت لكم يعني كتقبي الميكا غير هكا تقيبه وحده، وكتبقاي تجبدي الحنه بالبرا. من الاحسن البرا الدجاج الا بغيتي تحافظي عليها ما عمرك ما تحيدي لها داك الراس ديالها وتعمريها من الفوق، دائما عمريها بهذه الطريقه باش تحافظي عليها مده اطول، حيت الا عمرتيها من الفوق مع يديا الدجاج يقدروا شي حبيبات يكونوا في الحنه هكايا رقاقين، ولا يجيو لك ما بين داك اللي كيدخل في البرا، يعني غيجيوك ما بينه وما بين البرا، وغادي تبقى تعكس لك وما تبغيش تهبط لك داك اليد ديال البرا ما تبغيش تهبط، وغتلقاي صعوبه يعني فاش تكوني كتنقشي الناس ولا كتنقشي راسك راه ما غتقدريش تخدمي بها مده اطول، وغادي تقدر تطرطق يعني فاش بحال كتحبس راه تقدر تطرطق. هنايا كما شفتوا يعني راه الراس رقيق بزاف. هنا انايا مع بغيت نوريكم بالزربه فبقيت غير كنوريكم وصافي. في التالي ان شاء الله غادي نشارك معكم اشكال اللي نقشت بيهم وكيفاش خرج اللون ان شاء الله وكل شيء. وواحد الملاحظه يعني فاش تعمري البرا ديالك ما تعمريهاش بزاف، من الاحسن يكون هذا هو القياس، وتخرجي منها الهواء، يعني تبقاي تخرجي داك اللي كيدخل في البرا ويخرج، يعني كتبقاي تخرجي وتدخليه حتى تحيد لك داك الهواء منها، وباش كتخدمي بسهوله. هنا شاركت معكم النقيشات اللي درت بهاد الحنه هذه النيت، يعني نقش فاسي ومغربي. هادو الصديقات ديال بنت عمتي، يعني غير هكا فرحنا معاهم وداك الشيء. كنتمنى تكون عجباتهم الحنه، وكذلك حتى نتوما تكون عجباتكم الطريقه ديال التخليطه ويكون عجبكم النقش. وشكرا لكم بزاف على مشاهده الفيديو، والى اللقاء في فيديو ان شاء الله قادم، وشكرا لكم كاملين.